بيبدأ الفيلم بقرية بيكونوا كل عاداتها غريبة، ومن هي العادات إنه العالم بتضل ببيوتها وقت المغرب وما حدا بيتجرأ إنه يطلع منها. بهي القرية في بيت شخص مشهور اسمه موليا، وتلميذ موليا بحس بأصوات وحركات غريبة بالبيت وبصير ينادي لموليا، بس موليا ما بيرد عليه، فبيصير يلحق مصدر الصوت وبتجذبه الأصوات لحد المزرعة يلي ما فيها غير أصوات الحيوانات. وفجأة بيحس إنه في حدا مشي وراه بسرعة كبيرة، ولما بيندار ليشوف ما بيلاقي حدا، بس بيقرر إنه يمشي بنفس الاتجاه، وبيضله عم يمشي وبيوصل على مكان، وبينصدم لما بيشوف أستاذه ومعلمه موليا مرمي على الشجرة وراسه مفصول عن جسمه. ومنرجع بالزمن 12 ساعة قبل ما يتوفى موليا. بيكون في بنتين عم يمثلوا إنهم عم يطردوا أرواح، وكان معهم شاب عم بيصورهم، فالشاب بيطلب منهم إنه بيكفي هذا الشيء لأنه هذا الشيء ممكن يكون حرام. فإينون بتقله إنه نحن عم نتعلم طرد الأرواح مثل موليا، فبيقول الشاب لو إنك حابة إنك تطردي الشياطين اتعبدي وقرأي قرآن، مو تردي على المشعوذين وتقلديهم. وبيطلب من إيلين إنه تعطيه الخنجر وتقوم تتوضى وتصلي. إينون بتتركهم وبتروح للمكان يلي تربت فيه، وبتشغل التلفزيون على أكتر قناة بتحبها، وبيكون طالع على التلفزيون برنامج لموليا يلي كان بيشفي الناس، وبيخلي الأعمى يفتح، وبيخلي المعاق يمشي، وبيخلي العقيم يلي ما بيجيب أولاد يصيروا يجيبوا أولاد. إينون كانت مهووسة فيه لدرجة إنها كانت بتقلد كل شي بيعمله، وكانت تتمنى إنها تكون مثله وتقدر تعالج كل الناس. بيفوت لعند الرجال يلي بيربيها على الغرفة وبيطفي لها التلفزيون، وبيقلها إنه تعمل شي مفيد لها وتقوم تصلي، وهي بتكمل البرنامج لحد ما يخلص. بعدها بتقوم وبتصلي وبتحضر درس أهمية اتجاه القبلة في الصلاة. ببيت موليا كان في واحد عم يستنى دوره، وبنته بتقله نحن ممكن رايحين نجيب مصاري، شو يلي جابنا لهون؟ فبيقلها أبوها أنه هذا هو المكان الوحيد يلي منقدر نجيب منه مصاري. وبيطلع لعنده تلميذ موليا وبيقله يلا الدور هلأ، يلا تفضل، وبيترك بنته وبيفوت. ولما بيصير وقت الصلاة بنته بتروح وبتصلي. موليا بيخلي أبوها يحط مبلغ بسيط بصندوق صغير، ويحط إيده فوق الصندوق وبيبلش يقرأ كلمات، ولما بيخلص الكلمات بيطعن إيديه للرجال، وبيرجع بيردد نفس الكلمات وإيده على الجرح. ولما بيخلص بيطلع الرجال على إيديه وبيلاقيها طبيعية وما فيها أي شيء، فبيقول له نحن قدمنا دمك كقربان وهلأ فيك تفتح الصندوق. ولما بيفتح الصندوق بيلاقي المبلغ مضاعف عشرات المرات، ولأنه الإنسان بطبعه طماع قال له أنا بدي أعيد هذا الشيء مرة تانية. فبيقول له موليا تمام، بس هالمرة أنت يلي رح تجيب القربان بنفسك. وبنفس اللحظة ولما بتكون بنته عم تصلي منشوف في وراها كيان غريب ومرعب. بعدها منشوف البنات بيكونوا راجعين على البيت بالليل، وإيلين بتروح بتجيب غرض، وإينون بتستناها، وبصير الضوء يطفي ويشعل. هي بتحس بالخوف وبتسمع حدا نادالها باسمها، بتطلع لوراها بتلاقي واحد عم يقرب لعندها، وبتصير تبين ملامحه أكتر. فبتقله سيد موليا أنا ماني مصدقة أني شايفتك، بس أنت ليه ماسك خنجر؟ فبيقلها راس مقابل راس، وبعد ما يقول هيك بينفصل راسه عن جسمه، وإينون بتكون مرعوبة ومصدومة من يلي صار. ولما بتجي إيلين بتسألها شبه، فبتحكي لها يلي صار، بس إيلين ما بتشوف أي شيء. ولما بترجع على البيت بتشغل التلفزيون، وبتنصدم لما بتشوف خبر بيقول إنه موليا انوجد ميت وراسه مفصول عن جسمه، والشرطة عم تدور على يلي عمل الجريمة. وبيفوت لعند الرجال يلي مربيها وبيجيب صندوق معه، وبيقلها إنه صار الوقت لتعرفي الحقيقة، وبيقلها إنه موليا بيكون أبوها، وإنه أمها قبل ما تموت جابتها على دار الأيتام ووصته إنه يعتني فيها وما يخبرها بالحقيقة إلا بعد ما يموت أبوها. هي بتعاتبه إنه كان يخانقها لما تتفرج على موليا، وإنه يقول عليه دجال، وإنه هو كذب عليها. فبيقلها إنه هو بس نفذ الوصية قدام رب العالمين، وهي هلأ صارت حرة. بعدها بتفتح الصندوق وبتلاقي أوراق وصور كتيرة إلها هي مع موليا وأمها. بعدها بتخبر إيلين بكل شي، وبتقلها إنه لازم تحضر جنازة أبوها. بالليل لما بيكونوا عم يهربوا من دار الأيتام بيشوفوا زميلهم بجاز، وبتحكي له الحقيقة وبتطلب منه إنه يساعدها ويوصلها لمحل موليا. بجاز مشان يساعدها بيجيب سيارة لتوصلهم، وهنن على الطريق بتشوف جسم غريب عم يناديلها باسمها، وبتسألهم إذا سمعوا أو شافوا أي شي، بس هنن ما بيكونوا شايفين ولا شي. ولما بيوصلوا على القرية بيشوفوا كل الناس عم تبكي وزعلانين على موت موليا. لينجا تلميذ موليا بيكون واقف مع وحدة،
فبتقول له إنه بنته لموليا وصلت، وبيطلع لعندها لينكا وبيعزيها وبيعرفها على حاله، وبيسألها إذا حابة تغسل أبوها وهي بتوافق. ولما الناس بتعرف إنها بنته لموليا بصيروا بيعاملوها بطريقة وكأنهم بيعبدوها. بعدها بتدخل إينون وبتشوف جثة أبوها، وبتكون رقبته مخيطة وشكله مخيف كتير، وبيطلب منها تسكب المي عليه بطريقة معينة. وقت الدفن لينجا بصير يردد كلمات غريبة، وإيلين بتستغرب إنه ليه ما صلوا عليه وليه عم يقولوا هي الكلمات. بعد ما انتهت مراسم الدفن، لينجا بيقول لإينون إنه أبوها تارك لها شي لازم تشوفه، فبيجوا رفقاتها ليروحوا معه، بس لينجا بيرفض وبيقول إنه لازم تروح لوحدها، وبيطلب منهم إنهم يرجعوا على قريتهم. بس إينون بتطلب منه إنه رفقاتها يبقوا معه. لينجا بيطلع على المرة يلي معه وبتقبل، وبتعرفها على حالها وبتقلها أنا شيماء الزوجة الثالثة لموليا. وبعد ما تروح إينون، شيماء بتطلب من رفقاتها إنهم يغادروا بسرعة، وبتحذرهم من المكان يلي موجودين فيه. إينون بتصل لمكان وبتنتظر لينجا ليرجع. بهذا الوقت بتصير تطلع على صور أبوها. فجأة بتحس بشي عم بيتحرك، ولما بتطلع لوراها بتشوف حدا واقف ورا البرداية، وبتقرب وهي خايفة لتشوف مين يلي واقف، بس ما بتشوف أي حدا. ولما بترجع بتبعد، بتقرب منها البرداية أكتر وبيطلع منها كائن بيهجم عليها وبعدها بيختفي. لينجا بيسمع صوت صراخة فبيجي لعندها، بس ما بيسألها عن شي وكأنه عرفان بيلي صار، وبيعطيها كتاب وبيقلها هذا كتاب البديكون الخاص بوالدك، وبيسألها إذا حابة تعرف كيف أبوها وصل للقوة تبعه، وإنه لازم تتبع طريقه لأنه ولاده يلي من دمه هن بس يلي بيقدروا يحصلوا على نفس قوته. وبيقلها إنه بنص الليل رح ياخدها على المكان السري يلي أبوها أخد فيه القوة تبعه، ورح يعلمها كيف تعمل مثله. بنفس الوقت باغاز كان عم يتوضى وبيروح ليرفع الأذان، بس لنجا بيمنعه وبيقول لهم ما عنا أذان بالقرية. بيستغرب باغاز وبيقول له من امبارح ما سمعت الأذان، مع العلم هي الغرفة للصلاة والمفروض الناس تجي لتصلي فيها. فبيطلب منه لينجا إنه يحترم عاداتهم، وبيقول له إذا بتحب فيك تصلي لوحدك. بيستغرب باغاز من كلامه وبالفعل بيصلي لوحده من دون ما يرفع الأذان. وأول ما بيبلش يقرأ بسورة الفاتحة بيسمع صوت غريب عم يعيد وراه. باغاز بيكمل صلاته وبيكون خايف، ولما بيسجد بيرجع بيسمع نفس الصوت. من الخوف بيطلع على جنب وبيشوف راس موليا المقطوع عم يطلع عليه. بيكمل صلاته، ولما بيخلص بينصدم لما بيلاقي حاله عكس اتجاه القبلة وما بيعرف كيف صار هيك. فبيستغفر ربه وبيرجع بيكمل صلاته بالاتجاه الصح. وبعد ما يخلص بيقول لإيلين إنه هذا المكان في شي غلط، وبيحكي لها عن يلي صار معه، وبيقول لها عن قصة بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام بتقول إنه في قرية سيطرت عليها روح شريرة وحولت الناس لكفار. وبيقول لها إنه أكيد الناس يلي بالقرية بيعبدوا موليا، لأنه وقت الجنازة كانوا الناس عم يحاولوا يلمسوا جثته وكأنه شي مقدس عندهم. كمان ما صلوا عليه صلاة الجنازة، وإنه لينجا لما كان جنب القبر صار يردد كلمات غريبة. بعدها بتفوت لعندهم إينون وما بتسلم عليهم، وإيلين بتستغرب وبتروح لتشوف شبه وتسألها شو صار معها وشو حكت مع لينجا، بس إينون ما بترد عليها. فبتترك إيلين الكاميرا وبتكون عم تصور، وبتمثل إنها ملبوسة مثل ما كانوا يعملوا من قبل. إينون بتطلع عليها بطريقة غريبة وبتطلب منها إنه تآمن فيها. وباغاز بيشوف شيماء فاتت على غرفة وحكت مع حدا، وكان بده يعرف مين يلي بالغرفة بس ما قدر يشوفه. فجأة بتجي إينون وبتسأله شو عم يعمل، وبتسأله عن إيلين، فبيقلها إنه المفروض تكون معه، بس هي بتقوله إنه هي هلأ وصلت. فوراً بيروحوا على الغرفة وإينون بترتعب لأنه يلي معها بتختفي، وبتروح بتشوف تسجيل الكاميرا وما بتلاقي أي حدا كان عم يحكي معها، وبتطلب من رفقاتها إنه يتركوا هذا المكان فوراً. بغرفة شيماء بيظهر ولد صغير وبيسألها ليه إينون هون، وبيقلها إنه شاكك إنه لينجا عم بيخطط لشي، فبتقله شيماء ما يشغل باله. فجأة شي خفي بيسحب الغطا من على شيماء، فبترفع شيماء الغطا وبتلاقي رحمت، وبيقلها فوتي بسرعة أبي موليا كان هون. هي بتستغرب وبترفع الغطا ولقته موجود بالغرفة وتيابه كلها دم، بس فجأة بيطلع لها كائن مرعب وبتكون شيماء شايفة كابوس. بعدها لينجا بياخد إينون للمكان يلي قال عليه، وبيقلها هذا هو المكان يلي موليا حصل فيه على قوته، وبيقلها إنه ما حدا غيره بيعرف هذا المكان، وبيطلب منها تنفذ كل شي بيقلها عليه، وبيعرفها بالمسؤولية يلي رح تكون عليها، وإنه لازم تسيطر على قوتها مثل ما كان يعمل أبوها. وبيبلش يطعنها برجليها وإيديها، وبيطلب منها تردد الكلمات يلي رح تقولها. بعد ما يخلصوا بيظهر شيطان بيصير ياكل الدم يلي عليها. بعدها وهن راجعين على القرية بيصير لينجا يرش عليها مادة، وكل أهل القرية كانوا عم يشوفوا يلي عم يصير. ولما بيشوفها رحمت
بيروح لعند باجاز وبيقول له إنه في روح شريرة سكنت إينون مثل موليا. فبيسأله باجاز مين هو، وبيقول له إنه اسمه رحمت، وبيقول له إذا حابب تعرف يلي عم بيصير بالقرية لازم فوراً ترفع أذان الفجر. ولما بيرفع باجاز الأذان كل العالم بالقرية ما بيكونوا قدرانين يسمعوا الصوت، وجسمهم بيصير يتقطع، حتى إينون بيصير معها نفس الشي. باجاز وهو عم بيأذن بحس إنه في شي عم بيخنقه، بس بيحاول وبيكمل الأذان، وبيقول للبنات إنه في شي غلط بالقرية وبيطلب منهم إنهم يصلوا الفجر جماعة. إيلين بترفض لأنه كانت بالعذر الشرعي، وبعد ما يخلصوا الصلاة إينون بتختفي وبيشوفوها على سقف الغرفة وبيكون شكلها متغير تماماً، وبتجيب رحمت وبتكون بدها تموته، بس باجاز بيضل بيقرأ قرآن عليها فبتهدى وبترجع لطبيعتها. تاني يوم بيجمع لينجا كل أهل القرية وبيسأل باجاز ليش رفع الأذان، وبيقول له إنه كل الناس تأذوا بسببه، وبيطلب منه إنه يغادر القرية. بس باجاز بيرفض إنه يروح بلا إينون، ولينجا بيرفض وبيهددوا إذا ما تركوا القرية رح يتعامل معهم بطريقة تانية. بعدها بتفوت إينون لعند شيماء وبتسأل عن يلي عم بيصير، فبتقلها شيماء أنا ما بعرف شي، بس رحمت ممكن يوضح لك كل شي. وبيقلها رحمت إنه الأطفال هن اللعنة، وإنه الكبار بيكونوا هن قرابين للشياطين. وبيقلها كمان إنه هو ابن موليا من تاني زوجة، وبيقلها إنه أمه توفت بعد فترة قصيرة من ولادته وجثتها اختفت. وبيقلها كمان إنه أمها هي كمان توفت وبعد فترة اختفت جثتها، وأكيد موليا هو يلي عمل كل هاد. وبيقلها إنه موليا كان شيطان ماشي على الأرض، مو مجرد شخص بيعالج الناس. فجأة إينون بينزل دم من أنفها وبيتغير صوتها، وبتقلهم كل يلي بيهمني إنه أعرف مين يلي قتل موليا، وبتتركهم وبتطلع برا الغرفة. وبيقلهم رحمت إنه سكان القرية أقسموا على الولاء لموليا وعبادته، وهذا الشيء بطلب من موليا مقابل إنه يشفيهم، وكان يطلب منهم إنهم يشركوا بالله ويعبدوه. وأهل القرية كانوا موافقين لأنه كان عم يحقق لهم كل شيء بدهم إياه. وبيقول له إنه بهذا البيت في مكان سري وهو بيعرف مكانه ومعه المفتاح. بعدها بينزلوا على هذا المكان وبيكون عبارة عن متاهة كبيرة، وإيلين لما بتكون عم تصور بدون ما تحس بتلاقي حالها بعدت عن باجاز، وبتلاقي حالها بغرفة غريبة مليانة بصور موليا، وبتشوف بالكاميرا شخص مكفن بيبلش يقرب عليها وبيختفي فجأة. وبيلاقي باجاز باب مقفول وبيقول إنه أكيد في جواته شي. بيروحوا بيحاولوا يفتحوا هذا الباب، وأول ما بينفتح شوي من الباب بتطلع منه أطراف كائنات غريبة وبتمسكه وما بتتركه إلا لحتى يقرأ قرآن. بعدها بيهربوا مشان يطلعوا من هذا المكان، بس بيلاقوا الباب مقفول وبتكون وراهن هي الكائنات المرعبة عم تزحف على الأرض. بس باجاز بيستمر بقراءة القرآن، وبعد الباب بينفتح وبيقدروا إنه يهربوا. بنفس الوقت إينون بتطلع من البيت وكل الناس بيتجمعوا حواليها، وبتقول لوحدة إذا بدك تتعالجي لازم تآمني فيي، فبتقلها إنها موافقة وبتعالجها فوراً. وبصيروا العالم يتجمعوا حواليها مشان تعالجهم وتحقق لهم رغباتهم. بعدها بيجي باجاز وبيحاول إنه يرجعها لطريق الحق، فبصيروا أهل القرية يهددوه إنه رح يقتلوه. رحمت لما بيشوف هذا الشي بيركض لعند شيماء وبيقلها إنه لازم يتركوا القرية لأنه ممكن تعرف مين يلي قتل موليا. وفعلاً إينون بتقدر تعرف من خلال الجن إنه شيماء ورحمت هنن يلي قتلوا موليا. وهنن عم يهربوا هجمت على رحمت وقالت له راس مقابل راس، وهي نفس الجملة يلي بيقلها إياها موليا لما شافته. ومنرجع بالزمن لما بتكون شيماء عم تقول لموليا إنه ابنك عنده حق، أنت بدك ياني يجيب لك ولد وبعدها بدك تقتلني وتضحي فيني مثل ما عملت مع بقية زوجاتك. وبيقلها موليا إنه رح يسجنها لبين ما تجيب الولد، لأنه العهد بينه وبين الشياطين هن أطفاله يلي رح يكملوا من بعده. بعد شيماء بتمسك سكينة وبتطعنه برقبته، وبيجي رحمته بياخد نفس السكينة وبيضربه ضربة بسيطة بيفصل راسه عن جسمه، وبياخدوا جثته وبيحطوها بالمزرعة. ومنرجع للوقت الحاضر وبتكون إينون عم تحاول بكل الطرق إنها تقتل رحمت، بس شيماء بتكون عم تحاول تمنعها. بعدها بتختفي هي وشيماء. رحمت بيركض لعند باجاز وبيخبره بكل شي، وبيعطيه ورقة مكتوب فيها إنه الوحيدين يلي بيقدروا يقتلوا المسكونين بالشياطين هنن يلي بيتشاركوا نفس الدم. وباجاز بيقول له إنه معناتها إنه رحمت هو الوحيد يلي بيقدر إنه يقتل إينون. وبيقول باجاز مستحيل لازم يكون في طريقة تانية، وهي إنه نرفع الأذان المستمر بالقرية. إينون بتسحب شيماء على الأرض وبتقول لرحمت إنه يطلع وإلا رح تموتها، وبتروح لعند رحمت مشان تقتله، بس شيماء بتكون ماسكة برجلها وإينون بتمسك حجر كبير وبتزته على راسها. وباجاز بيطلب من العالم إنه يساعدوه مشان يمسكوها وإلا رح تخلص عليهم كلهم. لينجا بعد ما يربطوها بيقلها حاولي تسيطري على الشيطان وما تخليه هو يلي يسيطر عليكي،
فبتصير تضحك ضحكة غريبة، والشيطان بيرفعه من على الأرض وبيقتله، وبصير يحكي على لسانه وبيقول للناس جسم البنت ملكي وما في أي إنسان رح يقدر يتغلب عليه. فبصير بقاز يأذن والشيطان بصير يتعذب ويصرخ. بعدها بيسمعوا صوت صرخات جاية من بيت موليا، وكل الناس بيتجمعوا وبيروحوا ورا مصدر الصوت، وبيوصلوا على غرفة غريبة معلقة فيها جثث كتير. ولما بيفكوا هي الجثث بيشوفوا إينون، والجثث يلي على الأرض بتصير بتسجد لإينون، وكل أهل القرية بيكونوا بنفس الوضع إلا بقاز يلي بيضل يردد الأذان لحد ما بيسيطر عليها وبيرجعها لطبيعتها. وبيقول بقاز للناس إذا بدكن الأمور ترجع لطبيعتها لازم نصلي كلنا صلاة التوبة. وأثناء الصلاة إينون ما بتكون قدرانة تصلي وبيسيطر عليها الشيطان، وبتمسك رفيقتها وبتطلب إنه تآمن فيها، ورفيقتها بتقول الله أكبر، وكل العالم بيردوا وراها الله أكبر. وهون بيستسلم الشيطان لما بيشوف إنه كل الناس فاقت على حالها ورجعت لربها. وبتصلي إينون صلاة التوبة، وبعدها بيجيبوا كل الجثث وبيصلوا عليها صلاة الجنازة. وإينون ورفقاتها بيقرروا إنه يضلوا بالقرية مشان يعلموا الأطفال القرآن، ومشان الأذان يضل مرفوع على طول بالجوامع. وبينتهي الفيلم.